حاجة يعني تقطعوها مع فاكهة، لكن للعصير بتكون خفيفة وبتاخدي كمان كمية كبيرة منها. لكن المانجا الزبدية دي بيكون فيها ألياف كتير، وكمان بتكون تقيلة، وبيكون السكر فيها قليل، وكمان بتدينا كمية مناسبة جدا للعصير. طبعا أنا جبت النهاردة 10 كيلو، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. جبت الزبدية وسكرية. كمان المانجا لها أنواع كتير جدا في السوق، في منها الهندية، وكمان في منها العويسي، وفي منها مانجا اللي هي الكوبانية دي. طبعا هي أنواع كتير، لكن احنا النوعين المفضلين اللي أنا دايما بجيبهم المانجا الزبدية والسكرية. لكن المانجا الهندية ديت هي بتكون حمرا شوية، دي بتكون فيها حمض عالي، يعني بتبقى فيها لذعة شوية، فما بنحبهاش أوي. وكمان جبت قتة يعني من السوق بقى بالمرة كده، قلت أتسوق للأسبوع. وجبت الفلفل الأحمر الشطة دوت، ما بستغنش عنه بصراحة. هعمله هريسة شطة بقى، حد منه السمك بتنجان. طبعا بيكون جميل جدا، وكمان بيوفر عليا، وبيقعد عندي وقت طويل جدا في الفريزر. هنعملها ان شاء الله مع بعض هريسة الشطة، ممتازة جدا جدا، ما بستغناش عنها فعلا في البيت، تحفة جدا. بحطها كمان ساعات في طبق صغير كده جنب الاكل، لو هنعمل طبعا فول وطعمية الصبح وبطاطس وبتنجان وكده، بحطها في طبق جانبي بيغمسوها بيحبوها جدا. وجبت العيش، وجبت حاجة الأسبوع، وقلت يعني بجيب الحاجات المهمة. وكمان الطماطم أسعارها غالية بقى ب20 جنيه، يعني مفيش حاجة في السوق أسعارها مهاودة بصراحة، كل حاجة غالية. بس اليومين دول زي ما قلت لكم المانجا هجمة جدا، وكمان تخزينها في اليومين دول حلو قوي قوي. كمان من البياعين بيقولوا هو دول اليومين دول بتاع تخزين المانجا. طبعا لو ما خزنتيش يلا الحقي هاتيها وخزنيها. طبعا عايزه اقول لكم على طريقتي في تخزين المانجا. انا ما بقشرهاش وما بقطعهاش ولا اي حاجه. انا بجيب المانجا من السوق زي ما انتم شايفين كده، ببدا اخدها معايا في صينيه او في مصفى، وباخدها على الحوض بغسلها غسل جيد، وببدا اصفيها في المصفى لحد ما تبدا تنزل كل ميتها. وباخد كل كميه من المانجا في كيس وبربطها وبحطها في الفريزر زي ما انتم شايفين بحالها. ولا بقشرها بقى، ولا بعملها عصير، ولا بقطعها مكعبات، ولا اي حاجه. وقت ما بحتاج اطلع اعمل عصير المانجا، بطلع المانجتين او المانجية او الكمية اللي انا عاوزاها على الحوض قبلها ب10 دقايق. بتبدأ المانجا التلج اللي عليها يفك، وكمان بتبدأ القشرة الرقيقة جدا بتطلع من غير ما تطلع اي لحم من المانجية دي. وبقطعها وهي متلجة على الخلاط، وبعمل العصير في ثواني، وبيكون احلى عصير. لو قعدت عندي من السنة للسنة عمر لا لونها بيغير ولا طعمها بيغير، وبتفضل من أول منجاية لآخر منجاية بنفس الطعم، أكني لسه جايباها من السوق حالا. بصراحة ممتازة جدا. هي دي طريقتي في تخزين المانجا. هخزن لو 1000 كيلو مانجا هخزنهم في دقيقة واحدة بنفس الطريقة دي. ببدأ أغسلها غسل جيد وأصفيها، وببدأ أعبيها في أكياس وبحطها في الفريزر. مفيش تعب، مفيش أي مجهود، بتكون جميلة جدا وممتازة. طبعا في ناس كتير بقى اللي بيعملها عصير واللي بيقطعها في أكياس تلاجة. والله هي كلها بنفس النتيجة، يعني بيكون نتيجتها واحدة. لكن النتيجة دي بصراحة أنا بحبها وبفضلها، وكمان ما بتاخدش مني وقت. أنا النهاردة جايبة 10 كيلو زي ما قلت لكم، جايبة سكرية وزبدية. هشيل منها برضو جزء للتلاجة عشان أنا ما جبتش فاكهة وأنا راجعة من السوق غير المانجا. وهشيل بقية المانجا دي كلها على بعد ما اغسلها على الفريزر ان شاء الله. طبعا جميلة جدا، بنخزنها بقى لعصير رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا اليومين دول يعني كل فاكهة في هجومها، ببدأ لو في جوافة ببدأ أشيل الجوافة. بس الجوافة بعملها بطريقة تانية. طبعا لو في مانجا بشيل مانجا. بحاول ان انا اخزن حاجات للعصير بتنفعني جدا. كمان لو حد جالي بقدر اطلع منها وبعمل منها بكل سهولة، ما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود. ودي الكمية اللي انا جبتها واللي انا هخزنها. طبعا انا عندي 6 كيلو قبل كده، ودول 10 كيلو، هشيل منهم حوالي 2 كيلو واخزن الباقي. بتكون جميلة جدا. يلا يا قمر انت وهي، لو لسه ما خزنتش المانجا انزلي بسرعة، المانجا هجمة ومالية السوق. هي بتختلف من مكان لمكان، والاسعار طبعا بتختلف على حسب المكان اللي انت موجودة فيه، بس هي تقريبا هي سعرها واحد في كل مكان.
لان هي ما شاء الله محصولها السنة دي كويس جدا، ومالية السوق بطريقة رهيبة جدا جدا. ان شاء الله تخزنوها بطريقتي بسيطة والله وهتعجبكم ومفيهاش اي تغيرات. وعملت كده على السريع شوية بامية كده وشوية رز، غدانا بسيط النهاردة سهل وما خدش مني وقت. طبعا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، كلكم ستات بيوت شطار وامارات. وعملت شوية البامية دولت. البامية طبعا انا مفرزاها في الفريزر، ان شاء الله اعمل لكم فيديو تفريز للبامية بطريقة ممتازة بتقعد عندي من السنة للسنة، بتبقى خضرة وجميلة وأكني لسه جايباها من السوق. طبعا بنقدم جنبها الرز الأبيض، ده بيكون تحفة جدا وطعمه كمان بيكون ممتاز. طبعا أكلة بقى مستعجلة كده يوم السوق، بنحب نعمل احنا ايه، ما نكلفش على نفسنا أوي، لأن طبعا بنكون جايبين حاجات كتير للتلاجة وكده. فطبعا بنحب ان احنا نلم الدنيا شوية علشان ان احنا نقدر ان احنا نمشي أمورنا. بصراحة الأسعار بقت غالية، ودلوقتي أقل حاجة بتصرف